ولن نتوقفا، يا عنوان الآمل أرسمه المستقبل. بخط أجمل بالعلم نعلو، وبالحب نعمل سنتثقف. ولن نتوقف للأمام نرتحل، أسئلة تفتح أبواب العقول. تزرع فينا الطموح والفضول، من أغراب بني عوض يطلع النور. ويغني الكل للعلم حدود، سنتثقف ولن نتوقف. يا قرية الخير يا رمز الوفاء، منك البداية وبيك الشرفاء. سنتثقف ولن نتوقف، دائما سوى نغني للناس. رمضان كريم، النجم للحوالات المالية، شبكة كل اليمنيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب، لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. يا ليتني ما تركت الموت يسبقني، لكنه قدر غالبته غلبا. ما زال في جبهتي من عطر قبلته، ما زال يطعمني التفاح والعنبا. ما زلت في حجره طفلا يلاعبني، تزداد بسمته لي كل ما تعبا. لم يحن ظهر أبي ما كان يحمله، لكن ليحملني من أجل ينحدبا. وكنت أحجب في نفسي مطالبها، فكان يكشف عما أشتهي الحجبا. أغفو وأمنيتي سرا ينام معي أصحو، وإذ بأبي ما رمت قد جلبا. كفاه غيم وما غيم ككف أبي، لم أطلب الغيث إلا منه من سكبا. يا ليتني خاتم في خنصر، وكما قد شئت يا أبتي قلبته انقلبا. يا ليتني الأرض تمشي فوقها، فأرى من تحت نعلك إني أبلغ الشهبا. مهما كتبت به شعرا فإن أبي في القدر فوق الذي في الشعر قد كتبا. يا من لديك أب أهملت طاعته، لا تنتظر طاعة إن صرت أنت أبا. فالبر قرض إن أقرضته لأب، يوفيكه ولد والبر ما ذهبا. لا تنتظر موته، صل في الحياة أب، لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكبا. لا تنتظر موته، صل في الحياة أب، لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكبا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة 21 من برنامجنا الرمضاني سنتثقف ولن نتوقف في موسمه الثاني. حلقة جديدة تحمل في طياتها المتعة والفائدة، وتجمع بين أجواء رمضان روح المعرفة والإبداع. أعزائي المشاهدين الحاضرين معنا جميعا، حلقتنا اليوم مختلفة عن كل الحلقات، حلقة استثنائية تلامس القلوب وتشعل الحماس. فجوائزنا الضخمة ب4 مليون ريال مقدمة بسخاء من الشيخ موسى الشوحطي رمز العطاء والكرم. استعدوا لليلة مليئة بالمفاجآت، حيث التحدي يشتعل والحماس يبلغ ذروته، والفرص تطرق أبواب الجميع. معنا هنا تصنع اللحظات التي لا تنسى، ويلتقي الإبداع مع الحلم في أجواء من الفرح والتألق. كل دقيقة في هذه الحلقة تحمل وعدا بالفوز، وكل مشاركة قد تكون بداية قصة نجاح جديدة.
فشدوا العزم وكونوا مستعدين، فالمتعة والحماس والجوائز في انتظاركم. أعزائي المشاهدين، 20 يوم ونحن نخوض غمار التنافس بين الفريق ألف والفريق باء. في إجمالي عدد الحلقات تعادل الفريقين في 7 حلقات، وفاز فريق ألف في 6 حلقات، وفاز فريق باء في 7 حلقات. بالنسبة للعشرة الأولى من رمضان تعادل الفريقين في 5 حلقات، وفاز ألف في حلقتين، وفاز باء في 3 حلقات، وفاز في العشرة الأولى فريق باء بقيادة الشيخ يوسف الشوحطي. أما بالنسبة للعشر الأيام الثانية من رمضان فاز ألف في 4 حلقات، وفاز باء في 4 حلقات، وتعادل الفريقين في حلقتين، لتنتهي العشر بالتعادل للفريقين، 4 فوز لكل فريق وتعادلين. أعزائي المشاهدين، سننتقل الآن للسحب عن الفائز بسؤال الفيسبوك ليوم أمس. الفائز لسؤال الفيسبوك لحلقة أمس هو صلاح محمد. صلاح محمد لقد حصل على 5000 ريال مقدمة من الشيخ عرفات مسرح. أعزائي المشاهدين، الآن إلى سؤال المشاهدين على منصة الفيسبوك، لكن بعد هذه الخاطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من باب قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولو لم يكن فائدة من هذه الخاطرة إلا أننا كلما سمعنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلينا عليه لكان كافي، لأنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. كلما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليك به 10 صلوات. والصلوات من الله سبحانه وتعالى هي الرحمة. محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، فإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بمداد الإخلاص أثمرت كل أنواع الانقياد والاتباع والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم متابعة وملازمة لمحبة الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. صلوا على النبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله. النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فملازمتك لاتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم سبب بمحبة الله لك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وفوق ذلك ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا على النبي. كلما سمعتم ذكر النبي صلوا عليه. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. كل واحد منا يعرض هذه ال3 على نفسه. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإسلام وحلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يحب الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أحب من كل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء أي الرجل لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده والناس أجمعين. هل نحن كذلك يا عباد الله؟ هل نحن كذلك يا أخوة؟ إذن كل واحد منا يراجع نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أمة أشد حبا لي. من هم؟ إن من أمة أشد ناس يعني إن من أمة أشد الناس حبا لي. قال: ناس يأتون بعدي يود أحدهم أن يراني بأهله وماله. أي لو يخسر أهله وماله
مقابل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. إنها المحبة العظيمة الصادقة. رجل، صلوا على النبي، الآن نتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لا أذكرك وأنا في بيتي، ولا أستطيع أن أجلس في بيتي حتى أجي وأنظر إليك، وإني خشيت يا رسول الله أو ذكرت موتي وموتك يا رسول الله، وعلمت أنك إذا مت رفعت مع النبيين، وأنا أخشى إن مت ودخلت الجنة فلا أراك. هذا شوف المحبة الصادقة، يخشى إن دخل الجنة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجنة درجات، الجنة درجات، وعمارة الدرجات من الدنيا يا عباد الله. عمارة الدنيا عمارة الدرجات، وبلوغ الدرجات والمنازل في الجنة من الدنيا. هذا الرجل يخاف أنه إذا دخل الجنة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، والله إني لا أحبك ولا أصبر حتى آتي فأراك، وإني خشيت ذكرت موتي وموتك، وعلمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وأنا أخشى إن دخلت الجنة فلا أراك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه حتى نزل قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة. ونحن كم نسمع ذكر المصطفى ولا نصلي عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم نسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الحديث الذي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وأمن 3 مرات: آمين آمين آمين. قالوا: يا رسول الله، سمعناك تؤمن، على ماذا تؤمن؟ قال: جاءني جبريل وقال: يا محمد، بعدا يا محمد، قل آمين يا محمد. قال: آمين. قال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليك إلا بيزداد من الله إلا بعدا. من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، يعني تسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من تلفاز، من مذياع، من محدث، من مذاكر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، تصلي عليه تكسب 10 صلوات من الله سبحانه وتعالى. قال: فقلت آمين. الثانية قال: يا محمد، من أدرك أبوي أحدهما أو كلاهما ولم يدخلها الجنة إلا أبعده الله، فقل آمين. قال: فقلت آمين. الثالثة قال: يا محمد، من أدرك رمضان وخرج رمضان ولم يغفر له إلا أبعده الله، فقل آمين. قال: فقلت آمين. انظر، الذي يدعي من؟ جبريل عليه السلام، والمؤمن من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الله وملائكته: إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تنفعك أنت، صلاتك على المصطفى صلى الله عليه وسلم تنفعك أنت، صلاتك على المصطفى صلى الله عليه وسلم تزيد في درجاتك، صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم يعني استجابة للدعاء، يستجيب الله دعاءك بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، علينا أننا نحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يحب شيء يذكره ويكثر من ذكره. لو تساءلنا من بداية مجلسه، بس أقول من أول يومنا، لا أقول من بداية المجلس، كم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ من ذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شاء الله كلنا مصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن في أيام عظيمة وفي ليالي. صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم عليه. نحن في شهر مبارك وفي ليالي عظيمة وفي ليالي مباركة. هذه الليالي ليالي مباركة، لا بد علينا أن نغتنمها، نغتنم ساعاتها ودقائقها ولياليها في ذكر الله، في التسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ونحن في المجلس صلى على المصطفى، قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. قلت سبحان الله وبحمده غرسا في الجنة. قلت سبحان الله وبحمده. تسبيح كل شيء يسبح إلا ابن آدم. قالوا أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الحلم أن كان العبد يستحق العقوبة لولا حلم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرضين ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قالوا حليما غفور على ابن آدم الذي لا يسبح.
أحيانا يقول لك رب مركوبة تسبح أفضل من راكبها. غفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كن ذاكر لله يذكرك. يا أخي والله لو لم يكن من فوائد الذكر إلا أن الله يذكرك. تذكروني أذكركم، تذكر الله يذكرك الله. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. معه يعني معه كيف؟ معية الله سبحانه وتعالى خاصة وعامة. معية الله خاصة وعامة. العامة مع الناس جميعا أو مع جميع المخلوقات بالعلم والسمع والبصر، لكن مع الصالحين مع المؤمنين تكون معهم بالتأييد والتمكين والتوفيق والنصر. كيف كان معية الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده وصناديد قريش باب الغار. هذه معية الله الخاصة. كيف كانت معية الله مع إبراهيم في النار؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كيف كانت معية الله مع يونس في الظلمات؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين. هذا التسبيح عظيم، تسبيح تنفيس الكرب. نادى في الظلمات والله سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمدك وكن بحمد ربك وكن من الشاكرين. التسبيح عظيم والاستغفار عظيم، خصوصا في هذه الليالي المباركة. معية الله عظيمة تكون مع الإنسان. وأنا معه إذا ذكرني، قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. يذكرك الله سبحانه وتعالى بالسماء عند الملائكة. حتى المسبحين والذاكرين صوتهم معروف عند الملائكة من كثرة التسبيح والتهليل. عندما كان يونس عندما سبح يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كانت تقول الملائكة لله سبحانه وتعالى يا رب دعاء صوت معروف من مكان غير معروف. هذا الذي يسبح صوته معروف كان يسبح يونس. إذن تذكرك الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. نحن في شهر عظيم، في ليالي مباركة، في هذه الليالي العظيمة المباركة نجدد التوبة والعودة إلى الله سبحانه. كلنا مقصرين في أول الشهر، لكن ما زال في الوقت مهلة، ما زال في الوقت متسع. ندارك أنفسنا في هذه الأيام. الله سبحانه وتعالى سيغفر لنا ويرحمنا ويعفو عنا إذا صدقنا النية وجددنا النية والتوبة والعودة مع الله واجتهدنا في هذه الليالي المباركة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة عظيمة مباركة. ألا نغتنم هذه الأوقات؟ 7 أيام مر من رمضان الكثير، ما بقي إلا القليل، لكنه أفضل مما مضى. 9 أيام، باقي 9 أيام. علينا أيضا أن نجتهد في هذه الأيام. ستمر مرور الكرام كما مر الشهر، ستمر هذه 9 الأيام. أيضا من دعاء ليلة القدر عندما قالت عائشة يا رسول الله أرأيت إن كان ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نكثر من هذا الدعاء حتى في المجلس يا أخي، حتى وأنت في المجلس سبح اذكر الله قل اللهم إنك عفو تحب العفو. إذن فهذه الليالي العظيمة المباركة يعني نغتنم أوقاتها ونلتمس ليلة القدر بفضله سبحانه وتعالى. وأقول لكم والذي يكثر من ذكر الله ويسبح ويقرأ لا بد عليه أن يدركها. نجتهد فيما بقى من شهر رمضان ونجدد التوبة والعودة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين بما بلغت رمضان. اللهم اجعل عامه علينا من أبرك الأعوام وأيامه من أسعد الأيام. اللهم تقبل منا ما قدمنا فيه من الصيام والقيام، واغفر لنا ما اقترفنا فيه من الآثام. اللهم وعنا يا أرحم الراحمين على ما تبقى من ليالي رمضان، ووفقنا لليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لليلة القدر وقدر لنا فيها كل خير واصرف عنا فيها كل شر. ونسألك يا أرحم الراحمين بهذه الليلة المباركة أن تشافي جميع المرضى في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من على كل مريض بالصحة والعافية. اللهم من كان مهموما فرج همه، ومن كان مديونا فاقض دينه، ومن كان خائفا فأمن خوفه، ومن كان قلقا فطمن قلقه، ومن كان عازبا فزوجه، ومن كان محروما من الذرية اللهم نسألك أن ترزقه الذرية الصالحة، ومن كان مريضا أجل له الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن علمنا ولمن له حق علينا، واغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. المشاهدين، بعدما استمعنا للخاطرة التي قدمها الشيخ عادل مشرح، سؤال المشاهدين على منصة الفيسبوك. السؤال يقول: ما هي الوسيلة وما هو المقام المحمود؟ السؤال مرة أخرى، السؤال يقول: ما هي الوسيلة وما هو المقام المحمود؟ طريقة المشاركة: الإجابة الصحيحة على السؤال في التعليقات، ومشاركة الحلقة في صفحتكم وفي مجموعات أخرى، وعمل منشن لأصدقائكم، فكلما زادت مشاركتك زادت فرصتك للربح. أعزائي المشاهدين، الآن سنبدأ مسابقتنا. أعزائي المشاهدين، إعلان تبرع. نرحب بالمساهمين الجدد في حملة كسوة العيد نسختها السابعة، والذي يقوم بها الأستاذ نبيل المراني سنويا، والتبرع اليوم جاء من الوالد محمد الحشاي بمبلغ $50، والأخ عبد حفيظ مبلغ $100. بارك الله فيهم وجعل عطاياهم نورا يضيء دروبهم، وكتب أجركم مضاعفا في هذا الشهر المبارك. فعطاكم ليس مجرد أرقام، بل هو دفء يدخل القلوب، وبسمة ترسم على وجوه الأطفال في يوم العيد. أنتم صناع الفرح، وبأيديكم تزرع السعادة وتروي الإنسانية. وندعو فاعلين الخير للمسابقة في دعم الحملة والمساهمة في إكمال المبلغ المتبقي والمحدد لها، ليعم الخير والفرح كل بيت في هذا العيد المبارك. فكل مساهمة منكم تروي حكاية خير تمتد أثرها في نفوس المحتاجين. أعزائي المشاهدين، الآن سننتقل إلى مسابقتنا لحلقتنا لهذا اليوم. وكما اعتدنا بالأيام السابقة، فريق ألف سيكون من عند بشار أنور مع هذا الجهة، فريق ألف بقيادة الشيخ فتحي مشرح، وفريق باء هذه الجهة بقيادة الشيخ يوسف الشواحطي. فمن سيكون اليوم هو الفائز، فريق ألف أم فريق باء؟ السؤال للفريق ألف، والسؤال رقم 7. السؤال رقم 7 للفريق ألف. السؤال يقول: أحد ملوك اليمن بشر عبد المطلب بعلو شان حفيده محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يولد مولودا في تهامة بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. قد ولد أو أن هذا أوانه، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، والعلامات على النقب إنك لجده يا عبد المطلب غير كذب. من هو هذا الملك؟ سيف بن ذي يزن. أكيد من الإجابة؟ سيف بن ذي يزن، والإجابة صحيحة، وهو سيف ابن ذي يزن. السؤال الآن للفريق باء. السؤال رقم 9 للفريق باء. الآن نشوف ماذا يقول. السؤال يقول: يا من يعلمني نحوا وتورية، تعال أخبرك ماذا يصنع البدل. لا تحسب الأرض من أنجابها عقرت، من كل صخر سيأتي للفدا جبل. فالغصن ينبت غصنا حين نقطعه، والليل ينجب صبحا حين يكتمل. ستمطر الأرض يوما رغم شحتها، ومن بطون المآسي يولد الأمل. من هو صاحب هذه القصيدة وما هي مناسبة هذه القصيدة؟ الشتنتين. من هو صاحب هذه القصيدة وما هي مناسبة هذه القصيدة؟ من؟ عبد الله البردوني. وما هي مناسبة هذه القصيدة؟ ما المناسبة؟ لا قد ولديها. ما المناسبة؟ يلا صدق عم دي داري المناسبة. العمل. للمعرض على قصيدة أبو تمام. للمعرض على قصيدة أبو تمام. أحسنت، والإجابة صحيحة، وهي المعارضة على قصيدة أبي تمام. إذا صاحب هذه القصيدة هو عبد الله البردوني. المناسبة: ألقى البردوني القصيدة المعارضة ردا على قصيدة أبي تمام في فتح عمورية، ليقول إن العرب اليوم في وقت القصيدة أحوج إلى البدل، يعني التغيير من التغني بانتصارات الماضي. أعزائي المشاهدين، لقد أجاب فريق ألف على سؤال وفريق باء على سؤال، والآن السؤال للفريق ألف. السؤال رقم 12 للفريق ألف، وماذا يقول يا رفيق النجار؟ السؤال يقول: ما بنت عام غانية
أولادها 8 إن خرجت من دارها ما نقصت من عافية وإن بقت فإنما مصيبة وداهية. السؤال مرة أخرى: ما بنت عام غانية أولادها 8 إن خرجت من دارها ما نقصت من عافية وإن بقت فإنما مصيبة وداهية. السؤال: الزكاة. تأكد من الإجابة. الزكاة، والإجابة صحيحة وهي الزكاة، ومصارفها 8 يعني يدور عليها الحول سنة. إن خرجت الزكاة فهي تطهير للمال، وإن بقت أي الذي لا يخرج الزكاة يصاب بالقحط والمال غير المزكى يذهب خيره وقد يكون سببا في هلاك المال نفسه. أعزائي المشاهدين، لقد أجاب الفريق ألف على السؤال الثاني الموجه إليهم، والآن السؤال للفريق باء. هل سيتم إجابة السؤال أم سيتعثرون؟ السؤال رقم 10 للفريق باء. السؤال رقم 10 للفريق باء. وما هو السؤال يا رفيق النجار؟ السؤال يقول: كأس دوري أبطال أوروبا وتسمى أيضا كأس ذات الأذنين كانت تعرف في النظام القديم باسم كأس أوروبا، حتى تغير اسمها في النظام الجديد في موسم 1992-1993. فمن هو أول نادي فاز بها بعد تغيير اسمها من كأس أوروبا إلى أبطال أوروبا؟ من هو أول نادي فاز بها؟ عبد القادر ريال مدريد. وين الإجابة؟ ريال مدريد. غلط. بس من؟ سان ميديان، والإجابة خاطئة. باقي إجابة. من؟ مارسيليا الفرنسي، والإجابة صحيحة وهي أولمبيك مارسيليا الفرنسي. لقد أجاب الفريق باء على السؤال الموجه إليهم، وأصبحت النتيجة سؤالين بدرجتين للفريق ألف وسؤالين بدرجتين للفريق باء. والسؤال الآن للفريق ألف. السؤال الآن للفريق ألف. السؤال الآن للفريق ألف. السؤال رقم 15 للفريق ألف. وما هو السؤال؟ السؤال يقول: في الميراث ما معنى الكلالة وما معنى الفرض وما معنى التعصب؟ من؟ الكلالة الذي ليس له سلم. الكلالة الذي ليس له ولد. الكلالة لها ولد. تمام. والفرض الفرض أو أصحاب الفرض هو نصيب محدد في كتاب الله وسنة النبي، الوارث معين مثل النص الثلث. نصيب محدد. أيوة، نصيب محدد تمام. مثل الثلث مثل. تمام. وما مع التعصب؟ واحد من يموت ما سان. لقد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ رفيق النجار، وهي الكلالة في الميراث تعني الشخص الذي يموت وليس له ولدا أي ذرية ولا والد أب أو جد يرثونه أي سمي بذلك لأن الإرث لا يحيط به أصلا أو فرع، يرثه الأخوة أو الأقارب. أما بالنسبة للفرض هو نصيب محدد مقدر في كتاب الله أو سنة نبيه، الوارث معين مثل النصف، الربع، الثمن، الثلثين، الثلث، السدس. أما التعصب هو نوع من أنواع الإرث يعطي فيها الوارث العاصب ما بقى من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض الأنصبة المقدرة. إذا لم يوجد أصحاب فروض أخذ العاصب التركة كلها، وإذا لم يبقى شيء لا يرث. أعزائي المشاهدين، لقد أجاب الفريق ألف على السؤال الثالث الموجه إليهم، والآن السؤال للفريق باء. هل سيتم إجابة السؤال؟ السؤال رقم 14 للفريق باء. السؤال يقول: ما شأن 6 أسهم لا صيد منها ولا رمي
لكنها الكيل بها من بعد دفن الأعظم يكتال من لم يشتري منها ومن لم يغنم. السؤال مرة أخرى: ما شأن 6 أسهم لا صيد منها ولا رمي لكنها الكيل بها من بعد دفن الأعظم يكتال من لم يشتري منها ومن لم يغنم. بسرعة. لا، والإجابة خاطئة. يعني هذه هي الفروض مقدرة في كتاب الله صح؟ تمام. وهي هي مثلا النص الربع الثمن الثلثان ثلث سدس. أحسنت. لقد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الشيخ عادل المشلح، وهي أسهم الميراث، وهم النصف والربع والسدس والثمن والثلثان والثلث من بعد دفن الأعظم، أي من بعد موت المورث. يكتال من لم يشتري أي يحصل عليها من الميراث. أعزائي المشاهدين، لقد أجاب فريق باء على السؤال الموجه إليهم وأصبحت النتيجة متعادلة. والسؤال الآن للفريق ألف. السؤال رقم 13 للفريق ألف. السؤال رقم 13، وماذا يقول السؤال رقم 13؟ السؤال يقول: أحد سلاطين الدولة العثمانية عرف بعدله وحكمته في حكمه، كان لا يتخذ أي قرار مرسوم يخص العامة إلا بعد أن يرجع للعلماء والقضاة من أجل استشارتهم وكي يوقعوا على المرسوم. فمن هو؟ من؟ سليمان القانوني، والإجابة صحيحة هي سليمان القانوني. أعزائي المشاهدين، لقد أجاب الفريق ألف على السؤال الموجه إليهم، والآن السؤال للفريق باء. السؤال رقم 11 للفريق باء. السؤال رقم 11 للفريق باء يقول: وعد بلفور بيان علني أصدرته الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى لإعلان دعم تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، التي كانت منطقة عثمانية ذات أقلية يهودية حوالي 5% من إجمالي السكان. فمتى أصدر هذا الوعد؟ من؟ حين مضلع. 1917 والإجابة صحيحة. هي 1917 ميلادي. مشاهدين، لقد أجاب فريق باء على السؤال الموجه إليهم وأصبحت النتيجة متعادلة. والسؤال الآن للفريق ألف. السؤال الآن للفريق ألف. السؤال رقم 18 للفريق ألف. السؤال يقول: من هو الرجل الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وأين قتله؟ اختار، مو أنا اختار لك أنا. أمية. وين قتله؟ معركة سانت. قد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ شامل المحمودي، وهو أبي بن خلف في غزوة أحد. أعزائي المشاهدين، الآن السؤال للفريق باء. السؤال رقم 20 للفريق باء. السؤال يقول: عدد أيام السنة على وجه الأرض 365 يوما، بينما عدد أيام السنة على كوكب المشتري تبلغ 10,475 يوما. فما السبب؟ ما هو السبب؟ عدد أيام السنة على وجه الأرض 365 يوما، بينما عدد أيام السنة على كوكب المشتري تبلغ 10,475 يوما. فما هو السبب؟ عبد الغني. تدور حول الشمس كل 3 سنوات.
تمام مو باغي. ايوه والباغي والصلاة والسنة والشمس كل سنة. بعده عن والله ايوه مو باغي شيئين. عن الشمس. تمام باغي معك شيئين يلا ساعدوا. تمام قديها باغي غيرها يلا. حجم ايوه وحجم احسن. لقد حصلنا على الاجابه الصحيحه من الاخ عبد الغني رداعي، وهي بعده عن مركز الشمس وحجمه وكتلته الكبيره تبطئ من دورانه حول الشمس. اعزائي المشاهدين الان ننتقل الى فاصل اعلاني قصير وسنعود اليكم من جديد. رمضان كريم، النجم للحوالات المالية، شبكة كل اليمنيين. مستشفى البدر الدولي بمحافظة إب، عالم من الخدمات الطبية المتميزة والراقية، كوادر استشارية متخصصة عالية التأهيل تمنحكم الثقة برعايتها الفريدة. وحدة العناية المركزة والعناية القلبية مجهزة وفق أعلى المعايير العالمية، غرف عمليات لإجراء العمليات الكبرى والدقيقة، طوارئ 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة. وما يميزنا وجود مراكز متخصصة: مركز جراحة القلب المفتوح، القسطرة التشخيصية والعلاجية، مركز البدر التشخيصية، مستشفى البدر الدولية. إب، كونوا بخير. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد لاستكمال ما تبقى من أسئلتنا لحلقتنا لهذا اليوم، ولكن قبل ذلك سننتقل الآن إلى فقرة معلومات صحية، فكونوا معنا. أعزائي المشاهدين، فقرة معلومات صحية برعاية الشيخ عرفات مشرح، فاستمعوا إلى الفقرة جيدا لأن السؤال الحلقة سيكون مستخرج من الشرح التابع للفقرة. فقرة معلومات صحية: يعد التفاح من أكثر الفواكه فائدة لصحة الإنسان لما يحتوي من عناصر غذائية متكاملة، فهو غني بالألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، كما يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضارة في الدم وحماية القلب. يحتوي التفاح على مضادات أكسدة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، كما يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم بفضل أليافه القابلة للذوبان. يفيد في تعزيز الشعور بالشبع مما يجعله خيارا مثاليا لمن يسعون إلى فقدان الوزن. كما ينعش الفم ويقلل من راحة النفس الكريهة بفضل محتواه من الأحماض الطبيعية. يسهم في تقوية جهاز المناعة بفضل احتوائه على فيتامين سي والمعادن. ويفيد البشرة في الحفاظ على نضاراتها وتأخير ظهور علامات الشيخوخة، ولذلك ينصح بتناول تفاحة يوميا كجزء من نظام غذائي متوازن للحفاظ على الصحة. السؤال:
ما الفائدة الأساسية لتناول التفاح يوميا؟ ما الفائدة الأساسية لتناول التفاح يوميا؟ ولا تقوي حق الدم والبشرة، تقوية البشرة أيوه، ولا العظام والصحة. فأنت قد حصلنا على الإجابة الصحيحة، وهي يشمل تناول التفاح يوميا في الحفاظ على الصحة بفضل احتوائه على الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقوي المناعة وتحمي القلب. لقد حصل على جائزة السؤال وهي 5000 ريال مقدمة من الشيخ عرفات مسرح. أعزائي المشاهدين، سنستكمل الآن ما تبقى من أسئلة في حلقتنا لهذا اليوم، وما زال التعادل هو سيد الموقف بين الفريق ألف والفريق باء. والسؤال الآن للفريق ألف. السؤال للفريق ألف. السؤال 20 مش موجود، باقي 19 17 16 8. السؤال رقم 19. وماذا يقول السؤال؟ السؤال يقول: من هي المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم أن الله أوحى إليها؟ من هي المرأة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم أن الله أوحى إليها؟ من؟ مريم عليه السلام. مريم، أحسنت، والإجابة خاطئة. من؟ هي أم موسى. لقد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ شامر الرداعي، وهي المرأة الوحيدة التي صرح القرآن بأن الله أوحى إليها إلهاما هي أم موسى. أعزائي المشاهدين، لقد أجاب الفريق ألف على السؤال الموجه إليهم. لا زالت المنافسة والإثارة والتشويق معنا في مجلس الشيخ فتحي مشرح. والسؤال الآن للفريق باء. هل سيتم إجابة السؤال أم سيتعثر الفريق باء؟ 14 قد اختير. 16. السؤال رقم 16. وماذا يقول السؤال رقم 16؟ السؤال يقول: على من أطلق لقب ثعلب الصحراء وعلى من أطلق لقب أسد الصحراء؟ على من أطلق لقب ثعلب الصحراء وعلى من أطلق لقب أسد الصحراء؟ من؟ من؟ لا، على الصحراء هو عمرو بن العاص. لا 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 الجزائر خلاص. رومل. تمام. باقي أسد الصحراء. من أسد الصحراء؟ عمر المختار. أحسنت. لقد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ عبد القادر حيدرة، وهو الملقب بثعلب الصحراء. هو المشير الألماني أرفين رومل الذي قاد قوات المحور في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية. أما بالنسبة لأسد الصحراء هو عمر المختار قائد المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي. أعزائي المشاهدين، لقد أجاب الفريق باء على السؤال الموجه إليهم، ولا زالت التعادل هو المسيطر. والآن سنستكمل ما تبقى من أسئلة. والسؤال للفريق ألف. السؤال للفريق ألف. 11 ليس موجود، باقي 6 8 5 4 3 2 1 17. السؤال رقم 8. السؤال رقم 8 يقول: ما سبب نزول قول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره؟ ما سبب نزول هذه الآية؟ صاعدوا. من يدري الإجابة؟ عبد الله بن أبي. أحسنت. لقد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الوالد ناجي علي فتاحي، وهي نزلت في شأن المنافقين، وتحديدا بعد وفاة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فقد طلب ابنه المؤمن قميص النبي ليكفن فيها أباه، ثم طلب من النبي أن يصلي عليه، فقام النبي ليصلي عليه، فنزل جبريل بالنهي عن الصلاة عليهم أو الاستغفار لهم لكفرهم وفسقهم. أعزائي المشاهدين، لقد أجاب الفريق ألف على السؤال الموجه إليهم. والآن السؤال للفريق باء. السؤال رقم 1. السؤال يقول:
السؤال رقم 1 يقول: جحدوا قوم سبا بالنعمة التي أنعم الله عليهم ودعوا بدعوة قلبت هذه النعمة إلى نقمة، فقال تعالى: فمزقناهم كل ممزق. فما هي الدعوة التي دعوا الله بها؟ ما هي الدعوة التي دعوا الله بها؟ ربنا بعد بين أسفل. اللهم قالوا ربنا سانس. لقد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ علي مرشد، وهي قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ولا زال التعادل هو سيد الموقف. زائد المشاهدين، تبقى 6 أسئلة، ولكن قبل ذلك سننتقل الآن إلى فقرة حكمة وموعظة، فكونوا معنا. أعزائي المشاهدين، فقرة حكمة وموعظة برعاية الشيخ يوسف الشوحطي، فاستمعوا إلى الفقرة جيدا، لأن سؤال الحلقة سيكون مستخرج من الشرح التابع للفقرة. 10 الأواخر من رمضان هي أنفاس الإيمان الأخيرة في شهر مبارك يمضي سريعا. فيها يختبر الله صدق القلوب ويمنح عباده فرصة النجاة قبل الوداع. هي ليالي تتنزل فيها السكينة وتكتب فيها الأقدار وتمحي فيها الذنوب. من أحياها بالقيام والذكر نال من فيض الرحمة ما لا يوصف. فيها ليلة القدر التي تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الخيبة، فلا تجعلها تمر كأي ليلة، بل اجعلها موعدا بينك وبين الغفران. ارفع يديك بالدعاء وأملأ قلبك باليقين، فالله لا يرد من قصده صادقا. تطهر من الغفلة واغسل روحك بدموع التوبة، فالعمر قصير. واختم شهرك بعمل يرضي الله، فالعبرة بالخواتيم. فمن ودع رمضان بقلب نقي استقبله الله برضاه وكرمه. السؤال: ما الذي يحدث في العشر الأواخر من رمضان؟ ما الذي يحدث في العشر الأواخر من رمضان؟ مو بعد 10 سكينة وتكتب الأقدار. عيدهن مو فيها السكينة. أحسنت، قد حصلنا على الإجابة الصحيحة، وهي فيها تتنزل السكينة وتكتب الأقدار وتمحي الذنوب. ومن أحياها بالقيام والذكر نال من فيض الرحمة ما لا يوصف. لقد حصل جائزة هذا السؤال على 5000 ريال مقدمة من الشيخ يوسف الشوحطي. أعزائي المشاهدين، سنستكمل الآن ما تبقى من الأسئلة في حلقتنا لهذا اليوم. ونذكر أعزائي المشاهدين بأن مسابقة اليوم هي برعاية الشيخ موسى الشوحطي. والسؤال الآن للفريق ألف. تبقى 6 أسئلة. من سيكون معنا هو الفائز؟ هل الفريق ألف أم الفريق باء؟ والسؤال للفريق ألف. باقي 6 5 2 3 4 17. السؤال رقم 17 الفريق ألف يقول: ما هي صلة القرابة بين نبي الله عيسى بن مريم ونبي الله يحيى ابن زكريا؟ ما هي صلة القرابة بين نبي الله عيسى ابن مريم ونبي الله يحيى بن زكريا؟ من؟ عيال خالة. أبناء خالة. أحسنت، قد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ عواد السوري، وهي أبناء خالة. أعزائي المشاهدين، لقد أجاب الفريق ألف على السؤال الموجه إليهم. والآن السؤال للفريق باء. هل سيجيب فريق باء على السؤال أم سيتعثرون؟ السؤال رقم 6 للفريق باء. السؤال رقم 6 للفريق باء يقول: ما هي تحية أصحاب الجنة وما هي آخر دعواهم؟ السؤال يقول: ما هي تحية من؟ ما هي تحية أصحاب الجنة وما هي آخر دعواهم؟ من؟ تحية فيها سلامة. وما هي آخر دعواهم؟ الحمد لله رب العالمين. أحسن، فقد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ عادل عوض، وهي تحية أهل الجنة فيما بينهم وعند دخولهم هي سلام. تحيتهم فيها سلام.
كما يستقبلون بسلام من الملائكة. أما آخر دعواهم فهي الحمد لله رب العالمين، كشكر وثناء دائم لله عز وجل. يلهمون هذا الحمد تسبيح كما تلهمون الأنفاس. أعزائي المشاهدين، سننتقل الآن إلى فقرة شخصيات من الذاكرة، فكونوا معنا. في سفر العطاء لنا حكايات تروى بفخر في الرعاية، رجال خير قد ماضوا لكن أثرهم باق كالهداية. شخصيات من الذاكرة نقشت على الأيام سيرة، زرعوا الأمل في كل دار وصنعوا للمستقبل بصيرا. يا من وهبتم للحياة ندى وجعلتم الخير امتدادا. أنتم لنا نبض الوفا وسراج درب لا يبادى. في برنامج سنتثقف ولن نتوقف، نحمل الرسالة للأمام، نروي عن الأمجاد من عرفوا أن العطاء هو السلام. في صباح يوم هادئ بقرية أغرب بني عواض من عام 1944 ميلادي، ولد محمد علي الشحطي ليكون شعاعاً جديداً يضيء درب أسرته وبداية فصل جديد من الحكاية الإنسانية المليئة بالأمل والعطاء. كانت لحظة ولادته حدثاً استثنائياً امتزجت فيها مشاعر الفرح والدهشة والامتنان، إذ استقبلت الأسرة مولودها الجديد بقلوب مفعمة بالحب والدعاء. فمنذ ولادته حمل معه بشائر الخير، فكان حضوره مصدر طمأنينة وفرح لكل من حوله. ومع كل يوم يمر يكبر هذا الطفل ليذكر الجميع بأن الحياة تتجدد في كل ولادة، وأن كل إنسان يأتي إلى الدنيا يحمل رسالة خاصة به، قد تكون صغيرة في بدايتها لكنها قادرة على أن تصنع فرقاً كبيراً في المستقبل. وفي عام 1956 ميلادي حمل هذا الشاب الطموح أحلامه وغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكمل دراسته الثانوية في مدينة نيويورك. هناك انفتحت أمامه آفاق جديدة من المعرفة والثقافة، فكان مثالاً للشاب المجتهد الذي يسعى لتطوير ذاته رغم الغربة وبعد المسافات. وبعد تخرجه استدعي لأداء الخدمة العسكرية خلال حرب فيتنام، فقضى عامين في صفوف الجيش واكتسب خلالهما الصبر والانضباط وروح القيادة. وعقب انتهاء خدمته التحق بالعمل في أحد البنوك بمدينة نيويورك، وهناك صقل مهاراته في المجالين المالي والتجاري وتعلم أسرار الإدارة الحديثة والتخطيط الاقتصادي، مما شكل قاعدة صلبة لمسيرته القادمة. وفي عام 1970 ميلادي عاد إلى اليمن محملاً بالخبرة والطموح ليبدأ مرحلة جديدة من حياته، فتزوج واستقر، ثم أسس مشروعه التجاري بالتعاون مع والده وإخوانه وابن عمه الوزير محمد حزام الشحطي في مدينة تعز تحت اسم وكالة الشحطي للتجارة العالمية والصرافة والعقارات. وعلى مدى أكثر من 18 عاماً كانت الوكالة منارة اقتصادية بارزة ساهمت في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة. لم يكن محمد علي الشحطي رجل أعمال فحسب، بل كان رجل إنسانية ووطنية،
فقد ساهم بالدعم المالي والاستشارات التجارية والعقارية لأبناء قريته والمنطقة، وساهم في استقبال النازحين من القرى المجاورة مثل بعدان والشعر خلال فترة حرب المناطق الوسطى الجبهة الوطنية، ولم يتردد في مد يد العون لهم، فجهز المساكن للأسر وساعد الشباب في استخراج جوازات السفر ومول رحلاتهم للغربة بحثاً عن حياة أفضل. وفي عام 1974 ميلادي كان له الدور الريادي في شق الطريق من نادب إلى قرية أغرب بني عواض، حيث قاد بنفسه أول سيارة لافتتاح الطريق، وكانت سيارة قادمة من دولة الكويت، في مشهد رمزي يجسد روح الريادة والإصرار على التطور. كما كان له إسهام كبير في مشروع بناء مدرسة مجمع حزام الشحطي، إذ دعم المشروع مادياً ومعنوياً، وتابع مراحل التنفيذ بنفسه حتى اكتمل الصرح التعليمي الذي خدم أجيالاً متعاقبة. ولم يتوقف عطاؤه عند ذلك، بل كان له دور فعال في مشروع المياه الذي غير حياة الأهالي، كما ساهم في تحسين مستوى المعيشة في القرية. ورغم ما خسره من ماله في سبيل الخير، إلا إنه ربح قلوب الناس ومحبتهم، فكان اسمه مرادفاً للعطاء والوفاء. وفي أواخر الثمانينيات عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليبدأ فصلاً جديداً من حياته العملية، حيث عمل في إدارة الاتصالات والبريد بمدينة نيويورك، كما شغل منصب مستشار في إحدى المدارس، مواصلاً رسالته في خدمة المجتمع ونقل خبراته للأجيال الجديدة. لقد بنى الوالد محمد علي الشحطي أثراً إنسانياً خالداً قبل أن يبني ثروة، وترك إرثاً من القيم والمبادئ والذكريات الطيبة التي تروى بفخر في قريته ومنطقته. وكان مثالاً للرجل العصامي الذي جمع بين النجاح العملي والإنسانية الرفيعة، وبين الطموح الشخصي وخدمة الآخرين. أطال الله في عمره وبارك في مسيرته التي ستظل نبراساً يضيء دروب الأجيال القادمة. مشاهدين، بعد أن استمعنا إلى فقرة شخصيات من الذاكرة، ننتقل الآن إلى سؤال الشخصية. السؤال يقول: كم مكث الوالد محمد علي الشوحطي في صفوف الجيش في حرب فيتنام؟ السؤال يقول: كم مكث الوالد كم؟ سنتين. أحسنت، والإجابة صحيحة وهي عامين أو سنتين. والآن جائزة الأخ رشاد ستكون الصندوق. يلا تأملها كذا بسيمة. الأخ رشاد، أنا أشتري منك الصندوق ب15,000. صندوق. أنا 17. الشيخ فتحي 17. مديان 20. من ادي 20 أنا؟ قدي 20. الشيخ يوسف الشوحطي 25,000. الشيخ عرفات مشرح 30. وهشام المحمودي كم؟ 32. هتبيع يا أخ رشاد؟ متأكد؟ الشيخ يوسف 35. الشيخ محمد فتحي 40,000. رشاد متأكد؟ راجع حساباتك. من؟ الشيخ يوسف 45,000 ريال. رضوان الطويل 47. الشيخ يوسف 50. بعنا يوسف ادينا 55. الشيخ فتحي 55. بعنا الصندوق. انت اخبرني يا رجل زيها. رضوان الطويل 60,000. ملك الصناديق 60,000. رجال مو عملها كذا. الشيخ فتحي 65,000. يا له من الصندوق. بعناه 65. الشيخ عرفات 70. 75. رضوان الطويل 75. ما نفدي انت. كل واحد يدفع. أعزائي المشاهدين، وصل الصندوق إلى 75. من؟ الشيخ عرفات 80 والشيخ يوسف 85. 85 الشيخ يوسف الشوحطي. أعزائي المشاهدين، يا لهم الصندوق. كم؟ رضوان طويل 87. 85. متأكد؟ خلاص. أعزائي المشاهدين، حسبك اسمعي. أعزائي المشاهدين، لقد وصلت قيمة الصندوق اليوم. لقد اشتريها الشيخ يوسف الشوحطي ب85,000. والآن نشوف ماذا يوجد وسط الصندوق يا شيخ يوسف. عادك تبيع الصندوق؟
تأكد. أعزائي المشاهدين، لقد اشتري صندوق الشيخ يوسف الشوحطي، والجائزة الموجودة بالصندوق هي 70,000 مقدمة من الأخ موسى الشوحطي. إذن هذا تتوفى 15,000 يا شيخ يوسف. أعزائي المشاهدين، سنستكمل الآن ما تبقى من أسئلة في حلقتنا لهذا اليوم. تبقى 4 أسئلة. من سيكون الفائز؟ هل الفريق ألف بقيادة الشيخ فتحي أم الفريق باء بقيادة الشيخ يوسف الشوحطي، أم سيتعادل الفريقان؟ سنشوف في نهاية الحلقة. والآن السؤال للفريق ألف. باقي 2 3 4 5 بالترتيب. السؤال رقم 5 للفريق ألف. السؤال يقول: ما هو الدعاء الذي دعا به الرسول بعد حادثة الطائف؟ ما هو الدعاء الذي دعا به الرسول بعد حادثة الطائف؟ هديناه في حلقات سابقة. أين هو؟ بنسمعك. اسمع. ساعدة بنسمعك. بنسمعك. اللهم اني اشكو اليك. اللهم اني اشكو اليك. اللهم اني اشكو اليك. عندهن جاي عن عدل. اللهم اني اشكي اليك. رقب عليه شيخ عادل. والجائزة. اللهم اني اشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، وانت ربي مستضعفين، وانت ربي الى من تكلني، الى بعد يتجاهمني او الى عدو ملكته امري. إن لم يكن لك بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك عندي أوسع من ذنوبي وآخره. أحسنت. فقد حصلنا على الإجابة الصحيحة، وهي الدعاء الذي دعا به الرسول بعد حادثة الطائف، أو المعروف بدعاء المكروب، هو: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أعزائي المشاهدين، تبقى 3 أسئلة. سؤالين منها للفريق باء وسؤال للفريق ألف. والسؤال الآن للفريق باء. السؤال رقم 4 للفريق باء، ومن سيكون معنا هو الفائز. السؤال يقول: كم عدد أولاد النبي وما هي أسماءهم؟ السؤال يقول: كم عدد أولاد النبي؟ من؟ كم عدد أولاد النبي؟ الذكور والإناث كم منهم؟ ما هي أسماءهم؟ تمامهم؟ إبراهيم عبد الله والقاسم. والإناث 5. فاطمة وأم كلثوم وزينب رقية. فقد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ شادي المراني. والذكور هم: 1 القاسم أول مولود ولد قبل البعثة ومات صغيرا. 2 عبد الله ولد بعد البعثة ولقب بالطاهر والطيب. 3 إبراهيم ولد في المدينة ومات صغيرا. أما بالنسبة للإناث فهي زينب أكبر بناته ومات في السنة 8 للهجرة. 2 رقية تزوجت عثمان بن عفان. وأيضا 3 أم كلثوم تزوجت عثمان بن عفان أيضا. 4 فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزوجة علي بن أبي طالب. جميع أولاد النبي ماتوا في حياته إلا فاطمة توفيت بعده ب6 أشهر. أعزائي المشاهدين، تبقى معنا سؤالين، سؤال للفريق ألف وسؤال للفريق باء، ومن سيكون معنا هو الفائز؟ هل الفريق ألف أم الفريق باء؟ والسؤال الآن للفريق ألف. السؤال رقم 2 للفريق ألف. السؤال يقول الله تعالى: وقضينا إليك ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. من هم القوم المقصودين في الآية؟ من هم القوم المقصودين في الآية؟ أنور بشار أنور. قوم لوط. أحسن. لقد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الأخ بشار أنور وهم قوم لوط. تبقى الآن سؤال للفريق باء، هل سيتم إجابته أم سيتعثر الفريق؟ أعزائي المشاهدين، آخر سؤال تبقى معنا للفريق باء. السؤال رقم 3 يقول: عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق مروا بطبقة من الهواء الأزرق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن هذا، فقال له جبريل: لولا هذه لما كانت حياة على وجه الأرض. فما هو هذا الهواء الأزرق؟ فما هو هذا؟ من؟
انا ساعد عبد الشيخ عبد الحسين يلا يوسف مش يوسف مو الطبقه الأوزون. أحسنت. قد حصلنا على الإجابة الصحيحة من الوالد عبده حسين، وهي طبقة الأوزون. انتهت الأسئلة وسنعلن عن نتيجة من هو الفائز الآن. المشاهدين سنعلن عن نتيجة الفائز الآن. حصل فريق ألف على 10 أسئلة و10 إجابات، وحصل الفريق باء على 10 أسئلة و10 إجابات، وبذلك تعادلوا الفريقين. والآن إلى توزيع الجوائز. أعزائي المشاهدين، جوائز حلقتنا لهذا اليوم مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. والآن إلى توزيع الجوائز. صلاح المراني لقد حصل على جائزة 5000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. وين البيس؟ مهند العماري لقد حصل الأخ مهند العماري على 5000 أيضا مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. سليمان العماري، وما هي جائزة سليمان العماري؟ سليمان العماري لقد حصل على 5000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. زد انا زد هذه عندك واحد يلا بقى 4 اللي عندك زد 5 و5 باقي حق مهند باقي حق سليمان يلا خلاص هذا نزلنا. صلاح قلنا صلاح ومهند باقي حق سليمان ريع. انا صلاح ما راح بس. مجاهد المحمودي، وما هي جائزة الأخ مجاهد المحمودي؟ لقد حصل الأخ مجاهد المحمودي على 5000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. جائزة رفيق النجار لقد حصل أيضا على 5000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. الشيخ عادل مشرح، وما هي جائزة الشيخ عادل مشرح؟ لقد حصل على 5000 ريال أيضا مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. وليد الحقري، وما هي جائزة الأخ وليد الحقري؟ لقد حصل على جائزة قدرها 4000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. علي المضلع، وما هي جائزة الأخ علي المضلع؟ لقد حصل الأخ علي المضلع على جائزة وقدرها 4000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. هشام المحمودي، لقد حصل الأخ هشام المحمودي على جائزة وقدرها 4000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. الدكتور عبد الغني الرداعي، لقد حصل الدكتور عبد الغني الرداعي على جائزة وقدرها 5000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. هشام الرداعي، وما هي جائزة الأخ هشام الرداعي؟
لقد حصل الأخ هشام الردعي على جائزة وقدرها 5000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. عبد القادر حيدرة، ما هي جائزة الأخ عبد القادر حيدرة؟ لقد حصل الأخ عبد القادر حيدرة على جائزة وقدرها 4000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. ناجي علي فتاحي، لقد حصل الوالد ناجي فتاحي على جائزة وقدرها 5000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. علي مرشد زيدان، وما هي جائزة الأخ علي مرشد زيدان؟ لقد حصل على جائزة وقدرها 4000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. الأخ عواد السوري، وما هي جائزة الأخ عواد السوري؟ لقد حصل الأخ عواد السوري على جائزة وقدرها 6000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. عادل عوض، وما هي جائزة الأخ عادل عوض؟ لقد حصل الأخ عادل عوض على جائزة وقدرها 6000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. ابن عباس، لقد حصل على جائزة وقدرها 5000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. شادي سمير، شادي سمير، قوي الضمار شادي سمير، لقد حصل على جائزة وقدرها 6000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. بشار أنور، وما هي جائزة الأخ بشار؟ صرح لا تغلط. لقد حصل الأخ بشار أنور على جائزة وقدرها 6000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. وأخيرا تبقى الوالد عبد حسين، وما هي جائزة الوالد عبد حسين؟ لقد حصل على جائزة وقدرها 6000 ريال مقدمة من الشيخ موسى الشوحطي. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتم مباركة على الجميع. أطال الله في عمر الوالد محمد علي الشوحطي، فهو النبراس وهو رجل الخير والعطاء. نشكر الشيخ موسى الشوحطي على ما قدم في هذه المسابقة وجعل في ميزان حسناته، وكذلك الشكر موصول للأخ فارس ولجميع من ساهم في إعداد الحلقة من تقديم وإخراج، وكل من له يد العون في إحياء هذه المسابقة نشكره خالص الشكر، وألف مبروك للجميع وكثر الله خيركم، وإن شاء الله لنا كل عام تجدد وتواصل في هذه المسابقة إلى الأفضل. أشكركم جميعا. زين مشاهدين، وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم لا نقول لكم وداعا بل نهمس في آذانكم لقاء يتجدد غدا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجنا سنتثقف ولن نتوقف، حيث المعرفة والتحدي والإبداع يجتمعان في رحلة لا تعرف الملل. ففي الثقافة نرتقي وتحت ظلال دوحتها نلتقي ومن غديرها نستقي، وفي مجلس الشيخ فتحي مشرح في كل ليلة من ليالي رمضان نلتقي. كونوا على الموعد فالعلم يجمعنا والثقافة تصنع مستقبلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، النجم للحوالات المالية، شبكة كل اليمنيين.
مستشفى البدر الدولي بمحافظة إب عالم من الخدمات الطبية المتميزة والراقية، كوادر استشارية متخصصة عالية التأهيل تمنحكم الثقة برعايتها الفريدة. وحدة العناية المركزة والعناية القلبية مجهزة وفق أعلى المعايير العالمية. غرف عمليات لإجراء العمليات الكبرى والدقيقة. طوارئ 24 ساعة لاستقبال الحالات الطارئة والحرجة. وما يميزنا وجود مراكز متخصصة: مركز جراحة القلب المفتوح، القسطرة التشخيصية والعلاجية، مركز البدر التشخيصي، مستشفى البدر الدولية. إب، كونوا بخير.